الريسيفر بيفتح اي بي تي في، الريسيفر فيه سي سي كام، الريسيفر الانترنت اسمع كل الموبايلات وكل حاجه عليه. طب انا عايز افهم دلوقتي يا عم طه، هو ايه الفرق بين السي سي كام فرق من اي بي تي في؟ هقول لك يا سيدي، صل على النبي، اعمل مشاركه للفيديو ولايك وشير عشان خاطر المعلومه توصل للناس كلها، وخليك معايا وانا اقول لك الفرق ازاي. الفرق يا سيدي ما بين الاي بي تي في والسي سي كام، السي سي كام ما بياكلش نت خالص. السي سي كام دوت يعتبر انت بتفتح بس فيه لقطه صغيره كده، بيفتح لك القنوات المشفره على الاقمار يا جماعه، على الاقمار. انا عندي مثلا قمر كوتبرت، عندي اموس، عندي يوتلسات، عندي استرا، عندي كل الحاجات دي انا بفتح، بيبقى اشتراك معايا في الريسيفر اسمه سي سي كام، ده بيديك سنه سنتين حسب الجهاز ما هو جاي. نت خفيف جدا، لو 20 جنيه هتكفيك الشهر كله مفيش اي مشكله، بس انت بتسمع بتعليق انجليزي والقنوات بتبقى على الاقمار زي ما قلت لك. لكن الاي بي تي في، الاي بي تي في يا جماعه عباره عن مكتبه فيها مسلسلات وافلام ولايف. اللايف كل حاجه شغاله دلوقتي. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. المسلسلات والافلام بتبقى بعد ما تخلص المسلسل او بيتعرض بساعه او بساعتين، بيبقى موجود عندك على الايقونات جوه بتاعته. مفيش اعلانات، مفيش الكلام ده كله، بس بياكل انترنت يا جماعه، بياكل، ممكن ياكل في الماتش الواحد لو 4K او اتش دي ياكل 1 جيجا من الانترنت. فاحنا كده فهمنا الفرق ما بين السي سي كام والاي بي تي في. الاي بي تي في بياكل انترنت كتير جدا وبتشتغل على الريسيفر من غير طبع ومن غير اي حاجه، والكلام ده كله بتفتح كانك بتفتح يوتيوب. السي سي كام بشتغل على الريسيفر من جوه بس، بشتغل على الطبع يا جماعه على الاشاره العاديه، والتعليق بتاعي بيبقى انجليزي. لو عجبك الفيديو سمعني الصلاه على النبي.